السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم هذه عندنا لكم كلام، اللي ينجرح ينجرح واللي ما ينجرح ما ينجرح. السؤال الثاني، هذه رسالة إلى اليمنيين، لبعض وليس للكل. المهم ان كل واحد يشوف اخته انهي ملفلفه بوسط التوك توك، بوسط البثوث، بوسط كل واحد يشوف اخته، كل واحد يشوف التربيه انه لوين وصلت، لوين وصلت ان اكثر اليمنيات اصبحن الان بوسط البثوث. يا جماعة عيب عليكم، استووا على أنفسكم. يعني أنت تنزل تخرج الشارع مشنب معرض وعامل نفسك رجال، والتربية اللي بداخل البيت بوسط البثوث. عشان إيش؟ عشان نقطة، عشان 1000 نقطة. والله ماني فاهم. قسما بالله العظيم إني شيب منها الرأس. يعني ما ابو من بس تدخل الا اكثر اليمنيات بوسط البثوث يعني. وبعدين هات لك من محادثات، وهات لك من كلام، وهات لك من خبر، وهات لك من سوالف طافسات، قله حياه وقله تربيه. اقسم لك بالله انه شيء بالراس. يعني انت بداخل البيت ما تقدرش تشوف اختك ايش معها بالجوال، ولا تقدر تشوف زوجتك، ولا تقدر تشوف بنتك، ولا تقدر. قسما بالله العظيم انه شيء بالراس. يعني اصبحنا التوك توك الان اكثر البثوث يمنيات بسبب نقاط، بسبب يجي واحد يدعمها ولا حاجه، وهات لك وهات من طوال لطوال ومن قصه لقصه. ايش هذا من الكلام؟ يا جماعه عيب عليكم، اقسم لكم بالله انه شيء بالراس. يعني النشين هذا التوك توك الان يصبح يطلع الان هذا الكلام طوفان على التوك توك كامل. كل واحد يشوف بنته يا اخي، كل واحد يشوف اخته بداخل البيت. يعني انت تخرج تتمشى بين الناس هذا، وما انت داري ان اختك لا ب 24 ساعه وبوسط التوك توك وسط البثوث، تيجي تغطي وتتشرف بخارج الشارع، وهي في السوشيال ميديا مشهوره، صغير وكبير يعرفها. ما هو هذا الكلام هذا، ما هو هذا الخبر هذا، مو هذا. اين البنات اليمنيات اللي كان اكثر المواطن اكثر العالم اذا شاف الحرمه هذه العفيفه يقول هذه من اليمن؟ ما تعرف اصابع يده، ما تعرفش. اصبحنا الان مبهذلات. يا جماعه لا احد من يزعل من هذا الكلام، هذا كلام واقع، ما حد من يزعل من هذا الكلام. هذا للبعض وليس للكل. يعني انت لما تجي تشوف اكثر البنات بوسط البثوث كلام يعني اقسم بالله شيء بالراس، عشان نقاط، عشان فلوس، تفتح التواصل الاجتماعي وتشتهر وتعمل وتتبهدل ليش بسبب ايش؟ بسبب نقاط، بسبب 1000 نقطة، بسبب 500 نقطة، بسبب 2000 نقطة. انا والله العظيم انا ما يعجبني الانتقاد، بس حسبي الله ونعم الوكيل. هذا لازم، هذه كل واحد الشريف، الرجل المحترم الشريف اللي عنده غيره على عرضه وشرفه، كل واحد يشوف حق البقرة هذه داخل البيت، كل واحد يشوف حق البنت. انا مع احترامي لهم، لان هذه سمعة بايخة عن اليمنيين، سمعة بايخة اقسم بالله توطي الراس. ما هو هذا؟ كان الرجل ما يفتخر الا بالعفه، بزوجته العفيفه، ببنته العفيفه، الادب ايش هذا؟ استغفر الله العظيم بس واتوب اليك. ورساله للبنات، استحي على شرفك، استحي على نفسك. يعني اذا كنت انت ابوك يجي يربيك ويصلحك ويوحدك ويطلعك مره مثل ما الناس وخايف عليك ويصونك، وبالاخر تقوم تنزليه هكذا، تنزلي دقن اخوانك واهلك للشارع، تقومي تفتحي لك بثوث وحركات وتواصل ودنيا ودنا ومراسلات ودنيا ودنا، ويجي لك واحد سافه بدون تربيه يجي يدعمك ويدخل لك خاص وكلام ودنيا ودنا ما هو هذا الكلام؟ وين انت عندك عقل؟ انت معك عقل. حتى البنات الان ما يفهمش عن انفسان، لابد ما يدريهن واحد. يا اخي لابد ما يدريهن واحد، لابد ما يلفت واحد لي بنتولي اختولي. لا ما يصلح. اذا كنت انت مشنب رجال عامل نفسك مدري ايش، وتخرج الشارع وتخزن عند صاحبك وعند هذا، ولا الذين هم يعني يفهمها واحد داخل ولا خارج باليمن، ولا هم خارج اليمن، كل واحد يصون نفسه ويتعين الخبر وتعين العائلة. الرجل يشقي ويتبهدل ويتجعجع ويعمل عشان ايش؟ عشان يكون عزيز نفس، محافظ على اهله ومحافظ على شرفه ومحافظ على ذريته، ويتبهدل ويتحمل المهانه والعذاب والنكد والدنيا والدنيا. عشان ايش؟ عشان زوجته وبنته وعياله وخواته، ويجي بالاخير تنزل كرامه الرجل وتنزل كرامه اهله وتنزل. بسبب ايش؟ اللي يزعل واللي ما يزعل. سلام.